مومياء يويا من أحسن وأوضح المومياوات اللي تم العثور عليها، بملامح قوية وأنف طويل ودقن صغيرة. ومومياء تويا كمان محفوظة بشكل ممتاز وملامحها واضحة جدا رغم مرور آلاف السنين. ولدرجة التشابه بين مقبرتهم ومقبرة توت عنخ آمون فاتقال على مقبرتهم البروفة الكاملة لمقبرة الملك توت، لأن أغلب اللي كان في مقبرة توت عنخ آمون تقريبا هو شبه اللي كان عندهم في مقبرتهم، بس طبعا مقبرة توت كانت فيها كنوز أكتر، ولأن العيلة دي كانت نقطة بداية لتغييرات ضخمة حصلت في الحكم والدين في مصر. لأننا زي ما قلنا إن يويا وتويا خلفوا الملكة تي، وتي خلفت الملك أخناتون، وأخناتون زي ما انتوا عارفين هو اللي بدأ ثورة التوحيد في مصر القديمة ودعا لعبادة الإله آتون فقط، ودخل في صراع كبير مع كهنة آمون. واللي عايز يعرف ويشوف القصة كاملة هيلاقاها في فيديو تاني على القناة هنا، لأنها حكاية جميلة ومشوقة.